كنافة المج من أحلى وأسهل أنواع الكنافة اللي ممكن تعمليها، ما بتاخدش وقت خالص، وكمان بتطلع ناجحة معاكي. لو كنافة بتعمليها وما بتطلعش ناجحة معاكي خالص، دي هتطلع معاكي خطيرة. هتعمليها بطريقتي دي وهتشرفك في سفرتك قدام ضيوفك. ورمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين. هتبقى حلوة جدا كوصفة حلو بعد الفطار. ويلا بينا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. في البداية هنعمل الشربات علشان طبعا يكون يغلي على النار، وكمان نسيبه يبرد، لان الكنافة لما بتطلع من الفرن سخنة بتتسقي بالشربات بارد، فلازم نعمله ونسيبه يبرد. حطيت معايا هنا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية. السكر ضعف المية، وعصرة ليمونة. ورفعتها على النار حوالي 4 دقايق بس، وبعد كده هضيف الاضافات التانية. وبعد كده هنعمل القشطة الكدابة، احلى قشطة. وصفة القشطة دي تعتمديها معاكي في كل حلوياتك في رمضان. قشطة كريمي وجميلة جدا، وهي اللي بتبقى في حلويات اللي بنشتريها من المحلات بالظبط. هنا عندي كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من الدقيق. وبقلب المكونات دي كويس قوي، بحط معاها كمان معلقة من السكر عشان يبقى فيها نسبة سكر كده. كده كده هي بتاخد من الشربات بتاعنا. وكمان رشة فانيليا، واقلبها كويس قوي بالمضرب علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. نرجع بقى هنا، الشربات بتاعي غلي، حطيت عليه معلقة كبيرة من العسل الابيض. عايزة تحطي سكر جلوكوز برضو معلقة كبيرة. وحطيت هنا بقى الكريمة بتاعتي على النار. هحط لها حوالي نص كوبايه من القشطه بس بعد ما تستوي معايا خالص، وطعم النشا والدقيق يروح منها. حطيت كميه القشطه، كل ما تزودي القشطه كل ما بتبقى كريمي وطعمها حلو جدا جدا. انجح وصفه للقشطه اللي تحشي بيها حلوياتك. رهيبه. الوصفه بالمقادير بتاعتها حلوه جدا جدا وبتطلع تحفه. سجليها عندك واحشي بيها كل حلوياتك وعلى ضمانتي. هنا حطيتها في طبق علشان تبرد، لازم تبقى بارده خالص، وحطيتها في التلاجة شويه. وغطيتها علشان وشها ما ينشفش معايا. وما بتاخدش معاكي حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتبقى بستخدمها على طول على ما اجهز بس الكنافة. هنا معايا نص كيلو من الكنافة، حطيته في الفريزر حوالي ساعتين علشان يجمد معايا كده، واقدر افركه وتبقى ناعمة كده معاكي. ممكن تحطيها في الكبة هتسهل عليكي. ضربتين بس في الكبة كده هتلعب معاكي وتبقى حلوة جدا في ايديكي. بدأت بايدي بقى كده افركها، ما بتاخدش في ايدي وقت خالص طالما مجمدة. بتتفرك معاكي بسهولة قوي بين قبضة ايديكي الاتنين كده. هتفركيها وهتبقى ناعمة معاكي وهتستخدميها على طول. في الوصفة دي لازم تكون الكنافة مجمدة، وتطلعيها من الفريزر ومفروكة كده، ما ينفعش ابدا كنافة طازة. في الوقت ده العسل او الشربات بتاع الكنافة حطيت عليه رشة فانيليا كمان وطفيت عليه. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصفة تحت الفيديو، مقادير القشطة ومقادير الشربات كمان، وكمان مقادير الكنافة. على ما فرغت الكنافه كده كنت احط نص كوبايه من الزبده على النار تسيح بس كده، وهبدا استخدمها فوق الكنافه على طول. طبعا الزبده البلدي في الوصفه دي بتودي الكنافه في حته تانية، بتخلي ريحتها جايبه لاخر الشارع حرفيا. والزبده الصفراء بتخليها تديها اللون الاصفر الجميل ده. طبعا ممكن تحط عليه لون طعام بتاع الكنافه زي المحلات، بس هي النهارده الوصفه تبقى كفيله قوي ان هي هتطلعها لونها حلو قوي قوي معاكي، ومش هتحتاج لون طعام خالص. نزلت عليها بنص كوبايه من الزبده السايحه، وبدات افركها بايدي كده بحيث ان انا اخلي الكنافه تتشرب كل كميه الزبده اللي انا حطاها. وحطيت عليها كمان معلقتين كبار من السكر. لو عندك سكر بودر استخدميه، انا حطيت سكر الحبيبات العادي، مفيش اي فرق خالص. الا بس السكر البودره بيبقى سهل ان هو يدوب معاكي. بايديا كده بدات افركها كويس قوي. وبعد كده حطيت حوالي معلقتين كبار من الزبده من العلبه على طول بدرجه حراره الغرفه. المعلقتين الزبده اللي بدرجه حراره الغرفه دول بيمسكوا الكنافه معاكي وبيخلوها تتماسك كويس قوي، ما تفكش وما تبقاش مشققه ابدا. ولو كمان استخدمتي من البدايه خالص نص كوبايه الزبده اللي انا حطيتها بدرجه حراره الغرفه، هتسهل معاكي كتير جدا. ولو وصلت لحد هنا متنسيش تضغطي زر اللايك والاشتراك في الفيديو علشان يوصلك كل جديد مني. هنا بقى بعد ما خلصت كل كميه الكنافه، جبت صينيه عندي ودهنتها بمعلقه زبده كبيره كده. وهبدا اشكل الكنافه بتاعتي واحطها في الصينيه وادخلها الفرن. جبت بقى اي حاجه عندك تقدري تستخدميها. انا جبت الكوابي المعياريه دي، كان بالنسبه لي حجمها متوسط مش كبير قوي زي الفنجان، ومش هيبقى صغير برضو زي فنجان القهوه الصغير. ودهنتها الاول. اهم حاجه تدهنيها بالفرشه بتاعتك كده، تدهنيها بمعلقه من الزبده علشان تسهل معاكي خروج الكنافة من الكوباية. اي حاجة بقى تقدر تستخدميها، اي حاجة عندك هتطلع معاكي شكلها حلو قوي. هنا بدأت احط نص كمية الكنافة بس، وضغطت عليها، تضغطي عليها كويس جدا جدا. وبعد كده حطيت معلقة من القشطة الكدابة بتاعتنا الخطيرة دي. هتعجبك قوي قوي قوي، جربيها في الجلاش في الكنافة الحلويات الشرقية كلها، طعمها حلو جدا بجد.
كملت بقى الكوبايه بتاعتي بنص كميه الكنافه التانية، وبدات اضغط عليها كويس قوي. وخدي بالك ما تزوديش كميه القشطه جوه الفنجان بتاع الكنافه، علشان ما تطلعش في الطروف منك وتتحرق جوه الفرن. هي بس قطعه قشطه صغيره جوه كده، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي اللي انت عايزاه جواها. بدات بقى اكمل بقيه الكميه كلها، بتبقى حلوة جدا جدا ولما يبقى في ضيوف كده قطعة بتتحط في الطبق، لا حلوة جدا، وهتشرفك في سفرتك في رمضان قدام ضيوفك. خلاص فاضل على رمضان اسبوعين، كل سنة وانتم طيبين. سجلوا بقى الوصفات دي عشان نعملها في رمضان كده. حلوة بجد بجد، هتجربيها هتعجبك جدا جدا، غير الكنافة التقليدية اللي احنا بنعملها دايما. وما شاء الله كمية القشطة اللي أنا عملتها أخدت بس أقل من ربعها للكنافة، والباقي استخدمته في وصفات تانية. ما شاء الله يعني ممكن تعملي كمية القشطة دي وتعملي مثلا الكنافة دي، هتعملي حوالي كيلو، وتعملي كمان صينية جلاش جنبها، والقشطة دي هتكفي الصينيتين معاكي. نص كيلو الكنافة عمل لي حوالي 8 كوبايات من دي. ممكن تستخدمي الحجم الأكبر أو فنجان يبقى طويل لفوق كده، هتبقى حلوة قوي قوي برضو، زي ما تحبي خالص. وممكن تعملي بأصغر كوباية عندك، كوباية القهوة، هتبقى أكواب صغيرة كده، تبقى حلوة برضو. ده نص كيلو، ممكن تعملي كيلو بقى، تطلع لك كمية حلوة جدا. وفي الوقت ده الشربات بتاعي بيبقى بيبرد، لأن لما أدخل الكنافة الفرن لازم تطلع هي سخنة والشربات يكون بارد. معظم الحلويات بتبقى الكنافة سخنة والشربات يكون بارد علشان ما تعجنش معاكي، تطلع مقرمشة كده ومن جوه طرية، وتبقى مظبوطة جدا جدا. بدأت أخلص كل كمية الكنافة اللي عندي. ممكن ما تحشيهاش بالقشطة، ممكن تحطي جواها نوتيلا أو مكسرات، أو ممكن تسيبيها سادة. ده يرجع ليكي طبعا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النهاردة ليلة النص من شعبين، كل سنة وانتم طيبين. نرجع بقى للكنافة. خلصت الكمية كلها، ودي شكلها بعد ما خلصت. ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، ومشغلة كمان الشواية على اقل درجة، بحيث تاخد اللون الاورنج الجميل ده. وسقيتها بقى بالشربات بعد ما طلعت. طبعا الشربات كان برد وهي كانت سخنة، سبتها شوية لحد ما اتشربت الشربات بتاعها، وبعد كده نقلتها في اطباق وزينتها بالفستق او السوداني المجروش، الفستق الكداب اللي عملناه سوا. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.